السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الغاليين؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب جميعا بالخير. صلوا على النبي حبايبي بنية تفريج الكرب، وزيدوا النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام. دلوقتي زي ما انتوا عارفين يا حبايبي ان انا الراجل صاحب السكن قال لي يا اما ازود الايجار عليكي يا اما تشوفي لك مكان تاني وتطلعي من الشقة. وانا دلوقتي لا اقدر على تزويد الايجار ولا هقدر ان انا ادور على مكان تاني، لاني اكيد الاماكن التانية برضو هتبقى غالية. دلوقتي الدنيا كلها غليت والايجارات كلها رفعت، بقت مولع. فانا مش هقدر على الاختيارين اللي هو قالهم لي. فانا عملت ايه؟ انا قعدت بعديها طول الليل افكر اعمل ايه، ادبر ازاي حالي انا وعيالي، هتشرد في الشارع ولا اعمل ايه. فبصراحة مش عارفة ايه اللي اوحالي بالفكرة ده. هي تواصلت مع ناس كده عندنا في الحتة في البلد بتاعتي، ان هم يشوفوا يتكلموا مع اخويا كوسيط ان انا اقعد في البيت زي ما كنت قاعدة مع والدي الله يرحمه. معلش اعذروني انا تعبانة من البكا، انا صوتي وياني قوي من البكا طول الليل. ان هم يترجوه ان انا ارجع اقعد في مكاني اللي انا كنت قاعدة فيه مع والدي الله يرحمه، ويتوسطولي، لاني انا بيني وبينه مفيش عمار. وهو قالها لي بالصريح، قالي لو جيتي هنا انا هذبحك. فانا مش عايزة اتكلم معاه. فوسطت ناس. انا ليا كام يوم من بعد ما قلت لكم بعد الفيديو ان الراجل عايز يطلعني من السكن. الناس لما كلمتهم مشكورين، يعني ما رفضوش وقالوا لي ان هم هيتواصلوا معاه ويتكلموا معاه ويشرحوا له ظروفي اللي انا فيها، وان انا عاملة ازاي وعيشتي عاملة ازاي، ومحتاجة ان انا اقعد في مكان محدش يلطمني فيه ولا حد يذلني فيه. الناس بالفعل مشكورين ردوا عليا النهاردة وكلموني بعد ما قعدوا معاه وكلموه. يعني انا مش قادرة اقول لكم الصدمة اللي الناس ردوا عليا بيها. الناس في بداية المكالمة قالوا لي اعتبري ان اخوك مات، مالكيش اخوات. فبقول لهم ليه يا جماعة كده؟ ليه بتقولوا لي كده؟ ده انا موسطاكم عشان تبقوا حلقة وصل ان يمكن ربنا يهدي ويجيبني البيت. قالوا لي اخوك ما قبلش يسمع مننا كلام وقال لنا بالنص ملهاش مكان هنا، وخليها تقعد في اي خرابة بعيالها، هي ملهاش مكان هنا. شفتوا الرد؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله ونعم الوكيل. اللي استحق حقي، اللي استحل حقي. انا مش طمعانة في اكتر من اني اقعد بين 4 حيطان يستروني بدل غلو الايجارات. اشحال ما والدي الله يرحمه ووالدتي موصيينه اني اختك ما تطلعش، اختك تريحها. يرد على الناس يقول لهم والدي ووالدتي ما قالوش ان ليها حق في البيت، ما قالوش ان ليها حاجة في البيت. حتى الميتين بيكذب عليهم، الناس اللي ماتت بيكذب عليهم. انا على فكرة يا جماعة انا كنت متوقع رد زي ده. اللي عملوا معايا وانا قاعدة معاهم في البيت بعد ما والدي توفى يخليني اتوقع تصرف منه زي ده. بس انا قلت من قلة حيلتي ومليش حيلة ان انا افكر في حاجة تاني، قلت يمكن يكون ربنا هداه وعدى عليه زمن وربنا هداه. بس ده بيزداد، ده بيزيد. الناس دي مش عارفة ازاي ما بتستحرمش. اللي بيستحل حق غيره ده وفاكر ان هو كده ما عملش حاجة حرام، ازاي الناس دي بتنام وضميرها مرتاح بالليل؟ ازاي بيعيشوا حياتهم اصلا وهم ظالمين؟ انا مش هقول غير فوضت امري لله ولي يا رب انا وعيالي. يكشي اشحت
عشان أربي عيالي، مش هحوج نفسي تاني لحد ظالم. أنا ولدي النهاردة جايلي من المدرسة فرحان ويقول لي يا ماما المدرسة مطلع رحلة ونفسي أطلع الرحلة، ممكن تخليني أطلعها؟ بقول له هي بكام؟ راح صدمني بسعرها، بيقول لي يا ماما ب500 جنيه، هيودونا أماكن هنا وهيودونا مش عارفة فين والمتحف والكلام ده كله. صراحة خلاني شخطت فيه لا إرادي وكسرت بنفسه. قلت له رحلة ايه؟ احنا فايقين لرحلات، ليك نفس تطلع رحلات؟ مش شايف اللي انا عاملة فيها ايه؟ شايف الدنيا عاملة فيها ايه؟ وشايف الظرف اللي انا فيه ايه واللي بيحصل لي ايه وتقول لي رحلة؟ بصراحة انا كسرت نفسه، ومن ساعتها وانا قاعدة بأنب في نفسي. هو منظره مش قادرة انساه في خيالي، منظره وهو نفسه اتكسرت وطالع من عندي. بصراحة انا بتمنى ان انا ما كنتش اشوف اللحظة دي ابدا، بينه وهو داخل لي فرحان وهو راجع من المدرسة وبيقول لي يا ماما المدرسة مطلع رحلة، ممكن اطلع الرحلة دهية، وبين الرد اللي انا عملته والتصرف اللي انا عملته معاه وهو طالع من عندي عامل ازاي. انا غصب عني، انا اذا بايدي اعمل لهم اللي هم بيطلبوه واللي ما بيطلبوهوش، وانا عارفة ان هو طفل وبرضه مش مش مستوعب، برضه مش مستوعب اللي احنا فيه. هو عارف وشايف بس برضه روح الطفل غلبت على عقله، وكان نفسه يبقى زي الأطفال يطلع الرحلة معاهم. ربنا يسامحني على كسرة نفسه، ربنا يسامحني على كسرة النفس اللي أنا عملتها له. وبالله عليكم ما تبطلوش دعاء ليا، بالله عليكم تدعولي ربنا يوسع رزقي ويفرجها عليا وما يحوجني المخلوق. ولكم بالمثل يا رب.